السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة عائلة مطبخ شمس. أنا نجوى ودي قناتي. لو عجبك الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد إن شاء الله. النهاردة بقى الحباب المحشي الفلاحي من أصل الريف المصري هنعرفه النهاردة بكل التكات إن شاء الله في مطبخنا، ووصفات سهلة وبسيطة وعلى قد الإيد. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الحمام المحشي القمر ده احنا هنعمله ازاي في مطبخنا بكل سهولة، والرز الجميل اللي هيتاكل معاه ده وهيشرفك في اي عزومة وعلى سفرة رمضان. اول حاجة انا معايا طبق على النار فيه معلقة سمنة بلدي ومعلقتين زيت كده، وابدا انزل ببصلتين كبار طبعا على حسب عدد الحمام عندك. انت هتعملي الخلطة اللي انا هقولك عليها. انا على 6 حمامات عملت بصلتين كبار بس مقطعاهم خشن تمام، مش ناعم قوي يعني. وبدات بقى اشوحهم في الزيت والسمنه الفلاحي كده، يا دوبك اتدبل معايا. بدات انزل معايا بالقنص خلاص واشوحها الاول تشويحه لوحدها كده خلاص. ومعايا هنا القرفه، معايا نص معلقه قرفه، ربع معلقه جنزبيل، نص معلقه فلفل، ومعايا مكعب لحمة خلاص، ومعايا الملح بتاعي. يبقى التوابل بتاعتي القرفة، الجنزبيل، المكعب اللحمة، ومعايا الفلفل والملح. هي دي التوابل بتاعة الحمام والطعم المميز قوي. لكن انا هبدأ دلوقتي اضيف بقية الكبد والقوانص بتاعتي، يعني كلها حابه تضيفها كلها من الاول لان هو الحمام صغير فعادي. يعني انت لو حابه تضيفي كل الكبده والقنصه مع بعض في البدايه مش هتفرق. وابداي قلبي بقى كده، شوحي فيهم تشويحه حلوه مع البصل على النار لحد انا عايزاها بقى ما يبقاش فيها اي مجال انها تنزل ميه، عايزاها تنشف خالص. ابداي شوحي فيها تشويحه كويسه. شايفه المنظر، شايفه اتسبكت ازاي، نشف فيها كل السوائل اللي فيها. بدأت معايا الرز بتاعي، كل حمامة انا باخد يعني قد كبشة ايدي كده رز، وببدأ ان انا اعبر على حسب الحمام بتاعك. وبدأت اغسله غسلة كويسة وما خليش في مية خالص، وبدأت احطه على البصل والكبدة والقوانص اللي على النار اللي انا مشوحاها كويس قوي. طبعا انت لو حابه وحاسه ان الكبده والقنصه بتوعك مش كتير وحابه ان انت تزودي لحمه، ممكن مع الكبده والقنصه تحطي قطعه لحمه صغيره مفرومه كده، برضو بتكتر معاكي الحشو اللحم وبتبقى جميله قوي وحلوه يعني خلاص. لكن هي كده برضو جميله خالص وبتكتفي بالكبده والقنصه، دي اختياري ليكي. تنيت بقى اشوح في الرز ده لحد الرز معايا بقى زي الرز الحبايه وحبايه كده. حمرته في الكبده والقنص، هديت النار واتني اقلب فيه لما ياخد لون زي ما احنا شايفين معايا. خد اللون، بدات ان انا احط حوالي كوبايه ميه، ما تخليش الميه، شوف الميه مش باينه، يا دوبك كده يعني ربع مقدار الميه الطبيعيه اللي انت بتحطيه. حطيتها عليها وابدا اسيبه. اول ما يبدا يغلي بغطي عليه وبسيبه بس 7 دقايق على النار، وبعد كده بطفي عليه. انا عايزاه نص سوا، مش عايزاه اكتر من كده. معايا هنا بصلايه وطماطمايه انا فرماهم في الكبه ناعم قوي بقى خلاص. وحطيت عليهم قرفه، رشه قرفه، ملح، فلفل، رشه توابل لحمه. وبدات ادعكهم دعكه حلوه ببعضهم كده. وبدات امسك الحمام بتاعي، شايفه الحمام بتاعي انا غسلاه كويس قوي ومنضفاه. وانا عايزه اوريكي برضو ان لو قابلتك وحمامه فتحت منك من عند الزور، لان طبعا الحمام ده شمورته فبيبقى جلده رقيق قوي، فاوقات لما يبقى واكل كتير بيحصل الموضوع ده. عشان كده لما اجي اذبح الحمام دايما مش باكله كتير، بحط له كميه بسيطه قوي بحيث ان زوره ما يبقاش مليان قوي. وقت التنظيف بيبقى سهل عليا وزوره ما يفتحش معايا. ببدا بقى اخد من الخلطه دي وادعك الحمام بتاعي كله من فوق ومن تحت ومن جوه. والحمام كله المفتح، هي حمامتين فتحوا معايا خيطتهم، وهوريكي بعد السوا انها ولا هيجرى لها اي حاجه. يعني الموضوع مش هيقف معانا لو حمامه زورها اتفتح. معايا بقى الرز استوى على النار، قعد 7 دقايق على النار، طفيت عليه وفضيته في طبق كبير عشان يبرد معايا. وجوز الطيب بقى ببدأ أبشر كده بشرة خفيفة عليها، ما تحطهاش على النار عشان ريحتها تتن موجودة فيه لأن هو لسه هيكمل سوا في الحمام. رشة جوز الطيب كده بسيطة وبدأت أقلبها كده. أنا مش عايزة أقولك يا جماعة الرز ده شكله إيه وريحته عاملة إزاي، ولما استوى كان أحلى من الحمام كمان. شايفة أنا بمسك الحمامة اللي أنا تبلتها وركنتها حوالي ساعة بالتتبيلة اللي احنا قلنا عليها،
ببدأ بقى احشيها من جوه الاول، وامسك رجليها كده في الفتحة بتاعتها، وببدأ ادخلها زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة. شايفين؟ ببدأ بقى من عند الزور، ببدأ أحشي وأدخل. أنا طبعا تحت الحنفية بتاعتي بعد ما غسلت الحمام كويس فرغت ما بين الجلد واللحم لحد تحت خالص، البطن والصدر وكله، بحيث لما يتحشى يبقى شكله جميل كده والرز والحشو فيه. بس ما تبالغيش قوي في كمية الحشو اللي انت بتحطيها، لأن هي لسه هتكمل سوا فكميتها هتكبر. لو انت ملياها على الاخر جامد قوي، هتبص تلاقي بقى الرز ما لقاش مكان يروحه غير انه الجلد يفرقع والرز يخرج بره وحمامتك باظت. لا، انت حاولي ان انت تحطي كميه يعني تكون معقوله، بحيث ان هي يبقى ليها مكان انها تكمل سوا فيه. هي دي الكميه. شايفه انا سابح يعني من عند الرقبه جلده كده فاضيه، بحيث ان هي تكمل سوا فيها وتبقى مظبوطه معايا، وهتشوفيها ان شاء الله معايا قمر وجميله. معايا بقيه الحمام كله. وطبعا انا معايا حمامتين زي ما قلت لكم اتفتحوا مني من عند الرقبه، وانا خيطتهم بالابره والخيط اللي خاصين بالمطبخ. وهوريكي ان الموضوع مش هيقف. كتير قوي من الناس بتيجي تنظف الحمام بتلاقي الجلد اتقطع، بتقول خلاص باظ كده مش هعرف احشيه. لا، طالعه جميله والله، طلعت احلى من اللي هي ما اتقطعتش، طالعه مليانه ومظبوطه. والخيط ده مش بيتشال خالص غير بعد ما احمر، يعني بعد ما يستوي واحمره كمان. ابدا بقى ان انا امسك الخيط بتاعي اشده، بيتشد معايا بكل سهوله، وبيكون الجلد لم على بعضه، ولا رز بيطلع ولا اي حاجه خالص. وهوريك الحمامه بعد ما تستوي بيبقى شكلها ايه. انا وريتك كل الحاجات اللي قابلتني سواء من صح او غلط. كل كميه الحمام بنفس الطريقه اللي حشيت بيها احشيه زي ما احنا شايفين. الحمام بتاعي انا حشيته كله بنفس الطريقه. اللهم بارك. شايفه حمامه جميله، وهي الحمامه المقطوعه اللي انا قلت لكم عليها، وكل الحمام محشي جميل وتحفه. ابدا بقى معايا حله على النار، حاطه فيها ميه بتغلي، معايا فيها بصل، طماطم، ورق لورا، حبهان، فلفل اسمر، ومعلقه ملح صغيره. وابدا بقى انزل بالحمام بتاعي على طول مباشره في الميه، وما تخافيش واتكلي على الله. الحمام بتاعك شمرت مش هياخد سوا كتير، هو كتير قوي يعني على النار 35 دقيقة 40 دقيقة هيكون استوى. أول ما يغلي معاكي ابداي هدي النار معاكي عشان ما يطرشاش. خلي النار وسط بعد ما يغلي، ما تخليش النار واطية جدا ولا عالية جدا، لا النار خليها وسط. وسيبيه بقى بياخد على النار من 35 دقيقة ل 40 دقيقة لحد ما تتكي على الورك من تحت كده. الدبوس بتاع الحمامة هتلاقيه معاكي استوى وإيدك داخلة في اللحم، اعرفي إن الحمام بتاعك كده استوى ومية مية. بس حاولي ان انت ما تغيبوش قوي على النار عشان يطلع معاكي مظبوط وما يطرشقش، لان هو لو طرشق منك هيبوظ منك على كده. شايفه بقى الحمام اللهم بارك استوى معايا. ودول بقى حمامتين انا كنت عاملاهم من غير حشو، هم كانوا كبار عندي في السن شويه، فانا حطاهم ان هم يعني بسلقهم كده عادي، يعني هيتسلقوا ويتحمروا عادي مش محشيين. هسيبهم بقى يكملوا على النار. حمرت بقى الحمام بتاعي في معلقه زيت ومعلقه سمنه بلدي ومعلقه زبده، وحطيته يتحمر على الهادي. شايفه الحمام دي اللي كانت مقطوعه فيها اي حاجه، شايفه مكان القطعه اهو ولا اي حاجه. حمرتها وشديت الفتله وطلع 10/10، ولا اي حد ياخد باله ان حمامتك دي كان جلدها مقطوع. ودي اهي حمامه. انا عايزه اوريكي بقى يا جماعه الزور بقى بتاعه. شايفه الجمال والحلاوه، حاجه كده يا جماعه تحفه تحفه تحفه. هتدعي لي والله على وصفه الحمام بقى الاصلي بتاعتنا من قلب الريف. والوصفة بتاعتي النهاردة لو كانت سهلة وبسيطة وعجبتك ما تنسينيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناة. أنا نجوى ودي قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.